السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كما وعدناكم بيوم حقل جديد. ان شاء الله موضوع حلقتنا النهارده هنتكلم عن عنصر مهم جدا لجميع النباتات والاشجار، هو عنصر النيتروجين. طبعا عنصر النيتروجين ده عنصر غذائي مهم للغاية لنمو النباتات. طبعا بيشجع على النمو الخصب للأوراق والسيقان. تمام، وبيوفر اللون الأخضر الخامق للأشجار أو النباتات. طبعا بيوفروا ازاي؟ عن خلال دخول طبعا النيتروجين في التركيب البروتيني الذي يعتبر المركب الأساسي في البروتوبلازما. بعد ذلك بيدخل في تركيب الانزيمات والكلوروفيل وبعض الاحماض في النواه. طبعا بعض الهرمونات او اهم المركبات التي يدخل النيتروجين في تركيبها ايه هي؟ بيدخل في تركيب البروبين والبروميديان، وهم من المركبات الاساسيه في الاحماض النوويه، الار ان اي والدي ان اي. برضك كما بيدخل برضك في تركيب الكلوروفيل الضروري طبعا للتمثيل الضوئي والتنفسي للنبات. وطبعا النيتروجين الوفير بيعمل تبع معايا على تشجيع النمو النشط للاشجار. تاني حاجه برضك هنتكلم عنها برضك، ان في بعض العلاقات بين النبات وبين النيتروجين، او بين النيتروجين وبسلوك النبات. طبعا اول علاقه هنتكلم عنها ايه هي؟ اولا نمو المجموع الخضري وصفاته. طبعا بالنيتروجين بيعمل معاه امداد النباتات الى حد ما لزياده تكوين البروتين. طبعا البروتين دي بيكون معايا بتشجيع تكوين اوراق ذات اسطح كبيره. الاوراق طالما الاوراق ذات او سطح الاوراق كان كبير او الاوراق كانت جيده، طبعا بتكون بعمليه تمثيل الكربوهيدرات بكفاءه عاليه. وطبعا بيكون دي لكيه زياده النيتروجين. طبعا لابد طبعا معدل النيتروجين له حد مناسب، لان زياده النيتروجين عن المعدل الطبيعي او المعدل المطلوب للاشجار طبعا بيؤدي معايا لنقص عنصر مهم جدا هو عنصر الفوسفور. طبعا دي طبعا بيؤثر على نمو النباتات. طبعا زياده النيتروجين طبعا بتؤدي لزياده كميه البوتولازما لتكوين جذور الخلايا. بتعمل معايا ايه برضك لما بتعمل هذا؟ طبعا بتكون معايا بتكوين خلايا عصيريه. ايه هي الخلايا العصيريه؟ بتكون خلايا عصيريه رقيقه. طبعا بتعمل معايا الثمار، بتقل معايا صلابه الثمار. طبعا هنا بتكون مفيش الثمار مواصفات تسويقيه للثمار جيده. طبعا الثمار بتتلف معايا نتيجه طبعا الاصابه بالحشرات والفطريات. بعد ذلك هنتكلم على نمو المجموع الجذري، او ايه هو النيتروجين. طبعا هل النيتروجين طبعا ليه دور في المجموع الجذري للاشجار؟ طبعا ليه دور. طبعا بيؤدي زياده النيتروجين عن الحد المناسب من المجموع الخضري. بيعمل ايه يعني المجموع الخضري؟ بيرجع ذلك الى زياده كميه الكربوهيدرات المستعمل في النمو الخضري. ولما تزيد نسبه الكربوهيدرات في النمو الخضري بتكون معايا هنا ايه؟ بتؤدي معايا لزياده انتاج الاكسنات النباتيه. طب الاكسنات النباتيه دي لو زادت طبعا بتعمل معايا ايه؟ بتؤثر على المجموع الجذري. يعني الشجره ممكن تتجه للمجموع الخضري وما تتجهش للمجموع الجذري، فلا بد طبعا من في وضع محدد او وضع معين للتسميدات، ويكون نسب مقرره وموضحه للاشجار. تاني حاجه بنتكلم عنها او الثالثه تاثير النيتروجين على الكربوهيدرات. هل طبعا النيتروجين ليه تاثير على الكربوهيدرات؟ طبعا نعم. زياده النيتروجين بتؤدي الى نقص كميه السكر في النباتات او في الثمار، وبتؤدي لزياده كميه الكربوهيدرات. طبعا احنا مش عايزين نسبه الكربوهيدرات تزيد عن المعدلات الخاصه بتاعتها او المعدلات الطبيعيه، لان كل ما زاد الشيء عن حده طبعا عمل اضرار في الاشجار كثير. وطبعا احنا اتكلمنا زياده النيتروجين طبعا لو زادت الكربوهيدرات فيها هتعمل معايا على اتلاف الثمار ووجود خلايا عصريه للثمار. طبعا الثمار هنا مش هتتحمل معايا الصفات التسويقيه اللي احنا بنتكلم عنها. تاني حاجه تاثير النيتروجين على الازهار. هل هو فعلا النيتروجين ليه دور على التاثير على الازهار في الثمار؟ طبعا ليه دور. ايه هو الدور بتاعه؟ بيؤدي زياده النمو الخضري معايا، او زياده النيتروجين بتؤدي معايا الى زياده النمو الخضري وتشجيع الاشجار على النمو الخضري. طبعا في الحاله ديت بتكون الاشجار ايه هي؟ بتنشغل عن النمو الازهار والثمار، لان احنا قلنا النيتروجين طالما زاد المعدل الطبيعي بتاعه قل معايا امتصاص الاشجار لعنصر الفوسفور. طبعا ودي مشكله لابد ان احنا برضك نكون في الحسبان او نكون الفلاح على درايه بها. تاني حاجه هنتكلم عنها اعراض نقص النيتروجين، او ايه هي اعراض نقص النيتروجين. هل النيتروجين ليه عرض بيظهر على الاشجار او النباتات؟ طبعا ليه عرض.
طبعا بيختلف العرض من هنا من خلاف الاشجار اذا كانت ذات فلقه واحده او النباتات ذات فلقه واحده او ذات فلقتين. طبعا في الفلقه الواحده ايه بيظهر معايا؟ بيصفر معايا نصل الاوراق مع بقاء لون الاوراق ايه خضراء زي ما هي. يعني بنلاحظ ان الاوراق بتتن معايا خضراء، النصل بتاع الورقه بس هو الاخضر. تاني حاجه في ذوات الفلقتين طبعا بتظهر الاعراض على الاوراق انه بتصبح لون الاوراق اصفر مخضر، يعني ولا هو اصفر ولا هو لون ازرق. وطبعا ديت ايه الاعراض بتكون الاعراض الاوراق هنا متيانسه، يعني في اللون بيكون اللون لون متيانس. تاني حاجه طبعا لماذا طبعا ظهرت او بتظهر الاعراض ليه على الاوراق المسنه طبعا اللي هي ممكن نلاحظها؟ لان الاوراق المسنه طبعا بتكون نسبه النيتروجين فيها ايه قليله وعن الاوراق الصغيره. طبعا الاوراق الصغيره او الاوراق الحديثه ليه ما تظهرش عليها اعراض نقص النيتروجين سريعا؟ لان حركه النيتروجين في النباتات بتكون حركه سريعه او حركته قويه في النباتات، فبتكون الاوراق الصغيره بالاحتفاظ من نسبه النيتروجين بعد ذلك بتكون هي محتفظه بيه، بتعمل معايا بردك على سحب كميه او امتصاص كميه من النيتروجين من الاوراق الكبيره، وطبعا بتكون محتفظه بيه. عشان ذلك ما بتظهرش معايا الاعراض على الاوراق الصغيره قد ما بتظهر معايا على الاوراق اللي هي المسنه. طبعا هنا هنتكلم بردك عن تاني حاجه نتكلم عنها خلال بردك النيتروجين. ازاي هو تيسير حركه النيتروجين في التربه، ازاي كيفيه حركه النيتروجين بتتسير ازاي في التربه. طبعا هنتكلم عنها. طبعا بيكسر النيتروجين طبعا في الطبقات العلويه للتربه. ليه هو بيظهر في الطبقات العلويه للتربه؟ لان الطبقات العلويه للتربه طبعا هي الطبقات اللي نحن او الفلاحين او بعض الاخوه القائمين بالزراعه بيقوموا بتسميد. طبعا كلنا بنقوم بتسميد الطبقات العلويه للتربه، مفيش حد فينا هيسمد الطبقات السطحيه. فلذلك بتكون هي الطبقات العلويه طبقات غنيه بالماده العضويه. طبعا يتوفر النيتروجين في درجه معدل بي اتش معين من 6 ل 8. طبعا بيكون نسبة النيتروجين في التربة بتكون جيدة كلما حافظنا على معدل البي اتش بين 6 و 8، أو بيكون معدل الامتصاص بتاعه سريع جدا. طبعا بيقل نسبة النيتروجين نسبيا ازاي؟ لما يظهر معايا معدل البي اتش من 5 6 8 9 بيصبح النقص هنا ايه؟ نقص نسبي، بيقل نسبة النيتروجين معايا بنسبة ايه؟ بنسبة قليلة. تاني حاجة هنتكلم عنها لو البي اتش طبعا قل معايا عن 5 او زاد عن 9، طبعا هنا بتكون الاعراض نقص النيتروجين بتكون اعراض كبيره جدا او شديده جدا. وتاني حاجه بيظهر اعراض نقص النيتروجين في التربه الفقيره الغير غنيه بالاسمده العضويه. كيف نتكلم عن كيف يحدث العقد في النيتروجين بالتربه. طبعا بيعتبر النيتروجين اكثر العناصر الغذائيه. نتكلم كيف يحدث الفقد في النيتروجين بالتربه. بيحدث الفقد في النيتروجين في التربه ازاي؟ طبعا اكثر العناصر الغذائيه عرضه للفقد هو عنصر النيتروجين. ليه؟ لانه بيدوب معايا او بيتحول من نيتروجين اميني الى نترات، يعني من الامونيوم الى النترات. طبعا لما بتحول صوره الاسمده الامونيه الى النتراتيه طبعا بتكون نسبه الترشح او نسبه الفقد بتكون كبيره جدا. وطبعا دي اللي بيحصل عند ارتفاع درجه الحراره وعند ارتفاع نسبه الرطوبه. طبعا بيكون الفقد ايه سريع. طبعا كيف برضك ثبت ان نسبه الاسمده التي يقوم باضافتها بعض المزارعين او بعض القائمين على الزراعه هي الكميات اللي ممكن يستفاد منها النبات. طبعا بيستفاد النبات من هذه الكميه بحوالي نسبه 50% من السماد المضاف. دي كده بالنسبه احنا ايه اتكلمنا على عنصر النيتروجين. فاضل موضوع ممكن نتكلم عنه، كيفيه تثبيت ازوت الهواء الجوي بواسطه بكتيريا العقد الجذريه في الارض. ازاي اللي انا هثبت نسبه النيتروجين في التربه من خلال العقد الجذريه. طبعا دي موضوع ان شاء الله هنتكلم عنه في الحلقات القادمه ان شاء الله، وهنشرح لحضراتكم ازاي اللي احنا هنقوم بهذه العمليه. وطبعا ما ننسوش طبعا تفعيل الجرس والاشتراك في قناتي حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.